ماذا يقع في مدينة الجديدة؟ هذه المشاهد ليست حكرا على حي السعادة 3، كما أنها لم تعد استثنائية، حيث أصبحت تتكرر في عدد من أحياء مدينة الجديدة. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول أسباب الوضع، ومدى قدرة المنظومة الحالية على ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي. وتفيد المعطيات التي توصل إليها طاقم صدى المدينة بين اتهامات لشركة آرما بالتقصير وللمجلس البلدي بسوء التدبير. أكدت مصادرنا الخاصة أن المشكل يكمن أيضا في مطرح النفايات الذي نالت صفقة تسيير شركة SOS. طاقم صدى المدينة في هذه الحلقة حاول الاقتراب من هذا الملف من مختلف زواياه بالعودة إلى الميدان وجمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف حتى تتشكل لدى المشاهد صورة متكاملة عن واقع هذا القطاع. ولأن المجتمع المدني يظل شريكا أساسيا في تتبع الشأن المحلي، استمع طاقم صدى المدينة إلى الأستاذ كريم نهامي، رئيس فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، الذي قدم قراءته لواقع النظافة وانعكاسات هذه الأزمة على الحياة اليومية للساكنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بحت الأصوات وجفت الأقلام ونحن نتكلم على مشكل نظافة مدينة الجديدة. راه من العيب والعار هذه لمدة 4 سنوات ونحن نتكلم عن مشكل النظافة. واش نصيب مدينة جديدة من التنمية والكلام عن النظافة؟ حشومة وعار أن يبقى هذا المشكل ديال النظافة مطروح كل سنة، وفي أي وقت، في وقت الذروة ديال السياحة، في وقت جديدة كيكون المواطنين جايين من كل المدن المغربية بحكم أن مدينة سياحية. ولكن بماذا نستقبل هذا الزوار؟ نستقبلهم بالمحطة الطرقية بالأزبال من جميع مداخل المحطة الطرقية، ونستقبلهم كذلك في الشوارع الكبرى وفي الأحياء وفي الأزقة. حشومة وعار نبقاو دائما نتكلموا على الأسباب المدينة الجديدة كل هذه المدة اللي غتوصل حاليا شي 5 سنين. حشومة وعار. الا كان شي مشكل بين المطرح، الشركه المفوضه لها تسيير المطرح والمجلس البلدي ولا شركه النظافه، هذيك مسائل اداريه وماليه يحلوا مع بعضياتهم. المواطن ما شغلوش ذاك المسائل. المواطن خاصو يخرج يلقى شاي نظيف، يلقى الحي ديالو نظيف، كيأدي واحد ضريبه النظافه كيأديها كل سنه. اذا خاصو يشوف النتيجه ديال لك الاموال المحصله لها في النظافه يشوفها في الواقع. لهذا كنطالب من عامل الاقليم الجديده يتدخل بقوه لدى الشركه المفوضه لتسيير المطرح وكذلك شركه النظافه وكذلك المجلس البلدي ليصوبوا الوضعيه الاداريه والماليه مع بعضياتهم. ما يكونش المواطن هو الضحيه. حشومه وعار، وحنا في عز الصيف عباد الله، في عز الصيف والشوارع كلها عامره ازبال، الاحياء كلها عامره ازبال، البركاسات ولا عامره وما يفوق 4 متر من كل جهه عامره ازبال. واش النصيب ديال المدينه الجديده هو هذا؟ واش الخير ديال المدينه الجديده هو هذا؟ حشومه وعار. لهذا أطالب وأجدد طلبي لعامل الإقليم الجديدة بالتدخل بقوة لدى الشركة ديال المطرح ولا شركة النظافة المفوضة لجمع النفايات المنزلية وكذلك المجلس باش يحلوا المشاكل ديالهم الإدارية والمالية في أقرب وقت، في أقرب وقت. ولإغناء النقاش من زاوية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كان لبرنامج صدى المدينة لقاء مع الأستاذ محمد الصغير ديبي، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالجديدة. باسم المكتب الحقوقي وباسم ساكنة مدينة جديدة كنستنكروا هذه الحالة الكارثية اللي كتوجد على مدينة جديدة بخصوص النظافة. هاد الشركة النظافة اللي ما ملتزمش بدفتر التحملات ديالها. انا كحقوقي الحومة اللي كنسكن فيها كينقصوا ما كيجمعوش الزبل، بعض المرات يومين في الاسبوع، بعض المرات نهار في الاسبوع، بعض المرات 3 ايام في الاسبوع. ملي كنتصل بالمسؤولين على الشركه كل مره كيقولوا لي حجه في شكل، مره كيقول لك نسينا هذيك الزنقه، مره يقول لك المطرح عندنا عامر، مره يقول لك عندنا
اشكالات في العمال او في النقل، ولكن شيء ما غير مبرر ان عندهم عقد مع المجلس البلدي بعدة ملايير خصهم يلتزموا به، مع العلم كذلك أنهم هما اللي كان عندهم العقد ديال النظافة في الأول وعاودوا جدوه، يعني عندهم خبرة وعندهم مدة طويلة هنا في البلاد وعارفين اش كاين، ما عندهم حتى شي تبرير. وفي نفس الوقت كنستنكروا السكوت الغريب ديال المسؤولين، لا على المجلس البلدي ولا على صعيد الجهة اللي ما كيحاسبوش هاد الشركة على التزامها بدفتر التحملات. وللوقوف على وجهة نظر المجلس الجماعي، استضاف برنامج صدى المدينة السيد المصطفى ماحي نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة للحديث عن واقع قطاع النظافة وأسباب الأزمة والإكراهات المطروحة، إضافة إلى الإجراءات والحلول التي يجدر بالمجلس الجماعي اتخاذها لمعالجة الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنبغي نشكرك ونشكر الموقع ديال وندا نيوز على هذا العمل الاحترافي ديال انكم ديروا تحقيق حول الاسباب والمسببات ديال التراكم ديال النفايات. وقبل ما ندوي لك على الاسباب خصنا نعرفوا واحد الحاجه، هو ان هاد المواطنين هما دافعي هاد الضرائب، هما اللي كيخلصوا هاد النظافه، وبالتالي من حقهم انهم يحتجوا، وبل اكثر من هذا من حقهم انهم يعرفوا هذا الجواب على هذا السؤال اللي طرحتي، اللي اشنا هي الاسباب. السبب اللي خلى هذه الايامات الاسباب تكون متكاثره هو سبب مكون من مجموعه الاسباب. السبب الرئيسي فيه هو المشكل اللي عندنا في مطرح النفايات واللي مازال ما تحلش. المشكل الثاني هو ان الازبال في الصيف كتزيد كتكثر. السبب الثالث هو الشركه المسؤوله على الجمع ديال هذه النفايات ملي كتاخر في تنفيذ بعض بنود قلناش التحملات. فإلا بغينا نبدا معك انا من واحد القضيه، هو انه قبل ما يوقع المشكل ديال مطرح النفايات هذا اللي مؤخرا كانت الشركه تتدخل في حدود لا موين ديال 270 طن في النهار ديال الاسبال. مباشره ملي كتسد المطرح وصلت ل 350 طن. باش نفهموا هذا اشنو هي العواقب ديال هاد لا فيرميتير، ولك ملي كدوز من 270 ل 350 راه كتولي كتزيد تقريبا واحد 80 طن في النهار. باش نفهموا ان هاد 80 طن راه تتزاد لسديتي غير نهار وخليتي 270 طن ديال الزبل بقات في المدينه، راه ما يمكنلكش الغد ليه تحيد 270 ديال هذاك النهار زائد 270 اللي بقات قديمه، كتاخذ ان بارتي مثلا 80 70 100 على حساب الكاباسيتي ديال الماتيريال وديال الخدامه اللي عند الشركه ديال النظافه، وكيتقسم هذاك الزبل على 4 ايام 5 ايام، كاين مره لي سيمانه باش يغطيو هذاك. هذه وحده. جوج هو ان الشركه ملي كتكون خدامه عندها بروغرام وعندها واحد الستاف تكنيك ديال البلديه اللي متبع معاها. الوغ ملي كتبيرتيربي لها هي ديك الخدمه تتولي هي عندها الحجيه باش تحتج عليك، كتقول لك راك انت السبب، ديتي لي انت اللي درتي انت هذا. نعطيك مثال، الا مشيتي لكلش تحملات كتلقى فيه مجموعه ديال لي باساج ديال دوك اللي كيشطبوا. ملي كيكثر عندك الزبل، لا الجماعه ولا المواطن ولا هذا راه ما كيبقاش يقول لك تعالى جمع لي الزبل اللي قدام داري، كيقول لك حيد لي هاد الزبل الكثير اللي هذا. اذا حتى دوك اللي كيكونوا كيشطبوا كيحولوهم لك. اذا هنا فيك ما تبقى عارف شكون كيشطب شكون كيهز في الزبل شكون. هاد الروينه هذه فيها الشركه حتى هي مسؤوله، لان الشركه بحال كتقول كتاخذ هاد المسببات اللي قلت لك
وكتبني عليهم هي، وما تبقاش تقدوي مع العلم ان الا بغينا هذا الشيء يتنقص دابا خاصنا اولا نحلوا المشكل ديال المطرح، واللي راه الصفقه ديالو راه جات من وزاره الداخليه، ولكن نعطيها لك حتى هي باش تفهمها مزيان. جات باش كيقول لي ما تعطيش لورد سيرفيس، ملي تبغي تعطيه خاصك واحد المجموعه، الشركات دير واحد المجموعه ديال الالتزامات. هذه الالتزامات كلها الشركه ممكن ديرها. لونغاجمون نقولها فرونسي باش ما يقولوش لي بدلتي لونغاجمون فورميل دي établissements bancaires pour le financement ديال لي ديت، l'engagement ديال budgétaire pour le niveau des recettes de valorisation و l'engagement ديال délégataire sur le niveau des charges d'exploitation. هاد الثلاثه ديال الالتزامات تصاوبهم الشركه ضروري قبل ما يعطيها لورد سيرفيس. اللي مع هادو هي الليبراسيون انتيغرال ديال الكابيتال سوسيال. لو ديليغاتير دو فيرسي لانتيغراليتي ديال الكابيتال سوسيال اللي هو 16 مليون ديال الدرهم قبل ما يدخل في التنفيذ ديال كناش التحملات. وهذه هي اللي باقا كتناقش دابا ما بين الرئيس ديال بيئة حياتي والشركه، باش نقول لك باللي الناس اللي مسؤولين راه تما تيجريو بواحد السرعه كبيره باش يحلوا هذا المشكل. السيد العامل ملي جاتو الرساله صيفطها للرئيس ديال بيئة حياتي في لو 23 افريل. لو 24 افريل الرئيس كان كاتب الشركه، يعني الغد ليه عاود لهم ان اوت رابيل في لو 10 جوان. ودابا خصو يعيط، انا رايي يعيط للشركه حنت يبرك معها، يا اما تكمل هذا الشيء وتبدا، لان احنا هاد الشركه من حقها تدافع على راسها، ولكن خاصها تعرف باللي راها كتاثر على شركه اخرى، وكتاثر على مجلس، وكتاثر على مدينه. ما يمكنناش نبقاو نتسناو فيها. تجي تصاوب هذا الشيء اللي انا رايي، هذا ماشي رايي، تجي تصاوب هذا الشيء اللي طلبوا منا واللي جا من وزاره الداخليه باش تبدا المارشي ديالها اللي هو موجود. يا اما تقول لي ما بقيتش غنخدم وتخليهم يشوفوا شي حل اخر. اما باش يبقاو غاديين بهذه الطريقه غادي نرجعوا ملي كان سد المطرح راه سنه هو ساد، كنا خدامين غير بالطلبه وهذا، راه صعيبه باش تسير المطرح سنه بهذا. فإلى هذا المشكل الاساسي، وان هذه الشركه هذه اللي كتجمع النفايات هنا في مدينه جديده خاصها تمشي للمطرح تلقاه محلول 24 سور 24. المطرح حال وقت ما بغا تدخل الزبل ديالها تدخلو. هذا من جهه اخرى باش ما نخوش كل شيء على المطرح. ونزيد حاجه اخرى قبل ما نخرج من المطرح فيه اكراهات دابا. هما العمال سمعت مؤخرا ثاني عطاهم واحد 60,000 ريال. هذاك العامل راه عنده وليداتو كيقريهم، كاين اللي كاري، كاين اللي واخد كريدي من البنكه، الراعي ولادوك الناس راهم بشر معانا كي خدامين تما، وهما لا سدوا هما كتسد لا ديشارج. اذا ما يمكنليش نخدم هذوك الناس وما نفكرش في الجانب الانساني ديالهم والجانب المادي، لانهم عندهم اسر اللي هي مسؤوله. هذا هو المشكله ديالنا حنا كمواطنين. ملي كنبدا ندويو ما نخرجش الاخر، حتى الاخر نخليه، راه هو انسان، حتى واحد السيد اللي كيضرب تماره تما خصنا نفكروا فيه. ولهذا هذه الشركه خاصها تبدا هاد المشاكل كلها في البدايه ديال باش تبدا تصاوب هادشي اللي ساهل، تصاوب هادشي وتبدا. بالاضافه لهذا الشيء كاين حوايج اخرى اللي كنتحملوا فيها المسؤوليه حنا كمجلس. انا ما عرفتش، انا مابقيتش في المصلحه التقنيه، ما عرفتش كيديروا هادشي ولا لا. عندها مجموعه ديال اللي باقي محطوطه خاصها تخرج. علاش ما خرجتش؟ خاصها توزع. ثانيا عندنا مجموعه ديال لي زوفريي اللي كيدخلوا دي سيزوني كيدخلوا في الصيف، واش دخلوا ولا مازال ما نعرف. اذا مادام عارف كاين هاد الحوايج خاصها الدار، خاص المجلس، خاصنا حنا كمجلس باش ما نخرجش راسي هادشي نوقفوا عليه. هادشي يكون بالاضافه لانني نكثر حتى لو ستاف تكنيك اللي داير السويري واللي غادي يراقب واللي غادي يعطي الملاحظات. نزيد بنادم، حنا حتى بنادم ما بقاش عندنا في البلديه. بالاضافه لهذا الشيء هذا كنا التحملات نسهروا عليه كاملين، نسهروا على التطبيق ديالو. عنده تورني في النهار يدوز من الدرب، يدوز تورني في النهار، عنده جوج يدوز جوج، ما عنده 3 مرات في السيمانه يدوز 3 مرات في السيمانه. اما انني انا نعطيك الزنقه اللي ساكن فيها انا
تقريبا جاي شي 15 يوم ما تشطبتش الزبل ولا قدام الديور، ما تقدرش تدوي عليه، راه ما مشطبش ليا الزنقه دابا في هاد الظرف، وانت عندك ديطا ديال لي زورديور مجموعه اللي خاصها هي الاولى تحيد اكثر من هاد الشيء. عندنا مشكل دابا، عندنا مشكل ديال الخدامه وديال الغازوال ديال الماتيريال في لا ديشارج، وهذا كله مقدور عليه. كاين مشكله اخرى، الباسان اللي فيه ليكسيفيا بدا يعمر راه عمر، هذيك ليكسيفيا اللي داعت في ديك الاراضي ولا خرجات من الباسان راه غادا تضرب هذوك الاراضي كلها تمشي، زيد عليها لا ناب فرياتيك غتمشي حتى هي، هنا غتولي تتهدم حتى في البيئه. ولهذا هاد الشركه هذه خاص، انا مع الطرح ديال ان الرئيس خاصو يعيط ليهم يبرك معاهم، يا عام بي ولا نون بي، ادخل ولا تخرج. وكان السي مصطفى هو حسب المعلومات اللي عندنا من المصادر اللي مطلعه في الملف، وان الشركه اللي نالت الصفقه ديال تدبير مطرح النفايات كنقول لك انا هذيك المليار و600 ما كانتش في لابيل دوفر نهار اللي دخلنا حنا على المارشي. مزيان، هادشي اللي كتقول فيه اللي هو تقني محض ولا مالي محض ما ندخلوش فيه حنا في هذا الانترفيو. انا اللي كنطلب هو هذا باش نجاوبوا على هذا السؤال اللي عندك انت، الرئيس يعيط على المسؤول ديال هذه الشركه مع لو ستاف اللي عنده يبركوا معاه. ما كاينش 17 اول الناس، ها المارشي جاني ابروفي من وزاره الداخليه، ها اللي فيه ويجاوبني وناخذ القرار. اما انني نبقى ساكت ومخلي جديده دابا مدينه تاكل في العصا والازبال، هاد الناس هادو راه من حقهم يدويو، لانه هو ما سوقوش الشركه اللي تسير المطرح وما سوقوش الشركه اللي شاده كتجمع الزبل، هو سوقوا في الزبل اللي في قصبه خصو يلقاه ما كاينش، لانه من دافع الضرائب راه كيخلص لك النظافه. اذا ندير جميع الوسائل باش نخلي المواطن ما يبقاش يشعر بهذا الشيء. ثانيا المواطن من حقه يعبر، ولكن نحاولوا كي درتي انت دابا نفتشوا على الاسباب، ما نبقاش وكذا كذا. انا كون عليا انا قبيله قلت لك في الدار، انا كون عليا انا الرئيس يمشي يشري عندنا 39 عضو 39 شطابه وبدا براسو هو ونتبعوه حنا ونخرجوا كاملين نشطبوا، لان ماشي كنقول لك فائه، انا بالعكس استنونا. واحد المره فاش كانت المطرح ساد المره الاولى ما عيطش للشركه، مشيت جبت شطابه من داري وخرجت بديت من راس الدرب، ولكن كانت الدنيا بدات تتعمر. الشركه ساقط الاخبار باللي راني انا خارج كنشطب في الدرب، جاو يجريو جابوا هذا وهذا، لا صافي حيد احنا غنجمعوا. يفو سونسيبيليزي لي جون. شتي حتى هاد الجمعيات ديال المجتمع المدني راه الا عرفتي كيفاش تهضر انت وياها وتريسبونسابيليزيها وتحملها المسؤوليه وتشرح لها شنو طاري، لان المشكله ديالنا شنو هي، وملي ما كنخرجوش هذا المواطن ما كنشرحوش ليه كتخليه يعرفك غياب التواصل. ما هذاك غير التواصل كيخلي اول باش اللي بغا او كل واحد اش يقول. ولهذا نخرجوا نتواصلوا مع الناس نشرحوا لهم فين عندنا المشكل، ها المرض فين كاين، هاد الشركه اللي كاينه دابا ما تضركش لي انا بالمطرح. انا قلت لك المشكل اللي كاين اساسي هو المطرح، ولكن راه ما يمكنليش نجي للمطرح ونحط عليه كاع المشاكل ديال هاد الشركه ديال مدينه جديده. الشركه ديال مدينه جديده خاصها المراقبه، خاصها داك كل التحملات ديالها يتحترم. وانا قلت لك كيفاش ما كيتحترمش. دابا حاليا ما كيشطوا الزناقي كاملين، الا دويتي معايا يقول لك راه يلاه مكافي. نزيد حاجه اخرى، هاد العمال اللي خدامين مع هاد الشركه هنا راه تا هما بشر، راه تيجي يخدم واحد العدد ديال السوايع، تقدر تزيد ليه ساعتين الا كان كاع في طاقته بزاف زيد ليه 3 ولا 4، ما ندويش خدمه اكثر من هذا الشيء. خاصك تعوض ليه هذوك السوايع اللي كتزيديه، والا راه ملي تجي تسد. انا نعطيك مثال، يسد المطرح حتى الوحده ولا الجوج، العامل خدام من 6 الصباح، الوحده ولا الجوج تا هو كيبغي يمشي عند وليداتو يمشي لدارو، ملي يحل المطرح اش غادير؟ ما بقاش عندك باش تخدم، استنى ثاني حتى الغد. وهذا هو اللي قلت لك كيخلي الا غير الزبل غير ديال النهار اللي هو 270 طن ما تهزش هذاك النهار، سير قسمي على سيمانه
بالاضافه لان هذيك 350 اللي دابا كيلعبوا فيها راه ماشي كلها بسبب المطرح، بسبب حتى الصيف، لان في الصيف كتكون اون اوغمونطاسيون في الطوناج ديال الزبل. زيد عليه هذاك الزبل اللي غادي ملي يخرجوا ينقصوا، خاصهم ينقصوا من ديال البارح هو الاول، وهنا كتروى القضيه، كتولي الكاميو ديال القلعه خدام في السعاده وديال السعاده خدام في سيدي موسى، خاصو غير يخويو وخاصهم ماتيريال اضافي باش يخدموا باش يتغلبوا على هادشي. ولهذا انا تنشوف باللي خاص شويه ديال التوراك على الشركه، نخرجوا لي باك، نديروا ان سويفي اللي غادي يخلي الشركه تعرف بلي راه حنا كاينين حداها وتابعينها من الله، نحلوا هذا الاشكال الكبير اللي عندنا اللي ديال المطرح. وإلا حلينا المشكل ديال المطرح الشركه ما غتبقى عندها فين تدوي، يا اما تزيد ولا بدينا عليها بلي بيناليتي راه شيء طبيعي غادا تبدا خدامه، تعرف بلي راه كاينين البيناليتي تبدا خدامه. هذا هو اللي خاصنا نديرو، وهذا الشيء اللي خاص المواطن يعرف بلي راه كاينه اكراهات، ماشي راه كاين الزبل راه كلشي ناعس، لا راه كلشي كيجري، راه من كلشي باغي يحل المشكل. ولكن كيفاش نديروا ليه؟ انا رايي الرئيس خاصو اثنين هذا يعيط للمسؤول على الشركه يقول له راه ما يمكنليش المدينه تبقى عامله الزبل، ماشي المدينه، المطرح راه فيه مجموعه ديال الجماعات راه كلها غادي تاثر. هاد حل المشكله ديال المطرح بي ولا بنون بي، اجي نبركو نشوفوا شنو سينو راه كاين القانون عاطي حق للرئيس مجموعه الامور، ما يمكنلكش تشد بحال هكا وتوقفها. اسمح لي انا مع يعيطوا للشركه ويشوفوا معها، وهذيك الساعه اتاكيو الشركه ديال النظافه. خصو هذه يمكن لنا نهضروا على الشركه، لا من دابا خاصهم يخرجوا لها. علاش من دابا الشركه دير خدمتها، دابا راه المطرح محلول، ولكن راه كي قلت لك راه لا سد هذه 3 ايام ولا 4 ايام ولا ما نعرف، راه التاثير ديالو غيبقى جار حتى لدابا، يضرب لك واحد السيمانه، ولكن على الاقل ورا السيمانه ما يعاود 6 ثاني نهار اخر نخدم فيه السيمانه، والا غادي داك الزبل ما عمره غيتجمع ليا. خاص نديروا السويفي مع الشركه، نوضوا نتبعوا الشركه هذه اللي ديال مدينه جديده، وان باراليل ضروري خاصنا نبحثوا على الحل ديال المشكل ديال المطرح اللي هو الاساس. ونزيد قضيه اخرى، نفكروا الناس كتفكر في الزبل اللي قدام ديورها، انا كنقول لك كنفكر في ليكسيفيا، اتونسيون راه غتكون واحد الا ما تحلتش غتكون كارثه بيئيه اللي غدا ولا بعد غدا كلشي غادي يبدا يغوت. وانا كنظن هذا هو الاشكال. سي مصطفى، يعني ذكرتي مجموعه من الحلول والمقترحات، يعني شنو في الظرفيه الراهنه، يعني شنو يعني اسرع ما يمكن اتخاذه يعني انهاء هذه؟ هو يباركوا مع المسؤول ديال الشركه ديال اس او اس اللي شاده المطرح، يحلوا مع المشكل ديال المطرح، يتحل المشكل ديال المطرح. هذيك الساعه غتولي الشركه عندها قلناش تحملات، ها البنود اللي عندك اجا ولد الناس برك معايا، البند الاول كيقول، الثاني كيقول، الثالث كيقول، داير هادشي اللي ما دايريش دير لي بيناليتي. ملي تبدا تضرب الشركه دير لها في لي بيناليتي غتحرك. نعطيك اكثر من هادشي، هاد الاعضاء كلهم وهاد الموظفين اللي كاينين، نتحداك شي واحد فيهم يقول لك يعطيك العدد ديال لي زوفريي اللي كاينين دابا خدامين، حتى لا ميثود باش نحسبهم ونعرف شحال من واحد خدام في لا رياليتي، خلي في الاوراق، في لا رياليتي صعيبه، لان حتى لو ستاف تكنيك اللي عند البلديه غير كافي باش يغطي هاد يلا زيد اسمع. صافي، شكرا سي مصطفى. اسيدي تنشكرك، كلمه مفتوحه. اسيدي انا راه الاشاره وفي اي وقت تبغي نجاوبك، غير هي انا مع هاد الطرح بحال هكا، نفتشوا على الاسباب وهذا، ما نمشيوش نخرجوا غير نعيروا الزبل كاين، حنا كنقول لك راه كاين الزبل، اجي نفتشوا ليه. المواطن حقه يدوي، من حقه يدوي، من حقه يقول لك حيد لي الزبل، من حقه، لانه راه تيخلصك، ماشي كدير لي داكشي فابور منك. المساله الثانيه هو دابا هاد المشاكل اللي خصنا نكبوا على الحل ديالها دابا في اقرب وقت، ما نبقاوش نتسناو. الا بركنا مع الشركه، يا اما غتزيد هاد الشركه غدا نعطيها لها تبدا خدامه، وراه المشكله هاد الالتزامات اللي دايرينها لها كامله دايرينها لها على قبل لانفستيسمون، داك الاستثمار اللي غادي يكون باش ديروا
ما يمكنش تقريبا الا مشيتي للشركه هذه والشركه اللي كانت قبل منها اللي كانت تبدات ارما فيما يخص لي ديشي راه معمرين تقريبا قراب القنبون، ما بقاش عندي داكشي. ولكن ملي كتجي لانفستيسمون راه يخاف لك هاد الشركه ما ديرش لك لانفستيسمون. غنزيد اكثر من هاد الشيء، حنا الاسبوع الماجي كنظن ولا ما نعرف عندنا دوره ديال بيئتي حياتي اللي فيه واحد الاتفاقيه سيطرنا السيد العامل اللي كاين واحد الفلوس، لان خاصك تعرف هاد بيئتي حياتي مكونه من الجامعات، وهاد الجامعات كلها مدقدقه بما فيهم جديده ما عندهمش لي مويان. دابا الداخليه والجهه وكنظنوا الجامعات والمجلس الاقليمي هذا كل واحد راه فلوس صحيحه غادا تدخل لهاد بيئتي حياتي باش تعاون في اطار الاستثمار ديال هاد المطرح. ملي ندوزو الدوره نقدر نقول لك شنو. سي مصطفى بقات واحد النقطه، يعني نقطه اخيره. كتشوف معايا ان يعني ملي كنديروا مناقصه الشركه اللي كتعطي ثمن اقل هي اللي كنعطيوها الصفقه، لا لكن ما كنشوفوش الجانب التقني يعني. لا 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 غنشرحها لك واخا ما خصناش ندوي فيها دابا. ملي كانوا جاو الشركات كدو يدفع عندك واحد المره عند الموقع ديال خالد اليوسي، وقيلا كدو يسمع هو وقيلا ولا ما عرفتش. كانوا بقاو جوج الشركات ملي كتمشي القانون ديال لي مارشي ديليغي كيفاش كيدوزو هاد لي مارشي ديليغي كتلقى على حساب داك التنقيط اللي حاطين وهذا كتلقى ارما هي لا بروميير. الوغ ملي مشات لوزاره الداخليه وشافوا باللي هادشي واعر على هاد الجماعات باش يخلصوا هاد الفلوس، قلت عاود دير ان رابي وعيط لهاد الشركات بجوج شوف اللي غيعطينا شي ثمن، لان الجهد ديال هاد الجماعات راه ما ملي جات هاد الشركات الثانيه ناقصه في الانفستيسمون الثمن اون باراليل اش دارت دابا الداخليه باش تدعم هاد بيئتي حياتي باش توقف. ها هي صيفطت لك اتفاقيه غتعطي فيش 5 الملاير ونص تعطيها الداخليه، 5 الملاير ونص تعطيها الجهه، كاين شي حاجه بحال هكا. باقي يلاه جاوني الوراق باقي ما قريتهمش. اذا ملي الداخليه كتحاول ما امكن تلقى معك الحلول، كتقول لك هاد الجهد ديال هاد الجماعات راه ما غيقدش يساير، ها شنو خاصك دير وانا غندعمك. هاد الدعم اللي درناه كي داير باش هاد ثانيا انا كنظن الا برك مع رئيس هاد السيمانه نظن المشكل يتحل ديال المطرح. الا تحل المشكل ديال المطرح خصنا ندوي مع الشركه ديال النظافه ديال مدينه جديده، لان داكشي اللي عندها في كناش تحملات خاصها تحطو كامل، خاصها تلتزم به الا بغينا جديده تكون نقيه. مساله اخرى وانني كي قلت لك انا مع الطرح ديال ان المواطن من حقه يتصور، ولكن راه من حق جديده علينا عاوتاني انا ما نبقاوش نبينوا عاوتاني ديك الجديده. انا كنت متبع المصطلحات التقنيه. نعطيك حاجه، كاين الزبل اللي كيتاكيميلا كيتجمع فباش ندوي عليه، ولكن كاين واحد الزبل راه يوميا كيدار يوميا كيتحيد. هذاك اللي كنصورو انا كيتجمع لان كيكثر تما، ولكن راه يوميا كتجي الشركه كتجمعو. ما نجيش انا في الدروه ديالو ملي كثر تما ونصور وانا مباشره ورا ربع ساعه ولا نص ساعه الشركه غدوز من تما وغتحيدو. هذاك ما كيتسماش انه راه ما ديطا ديال لي زوردور اللي هي اكيميلي. هذاك هو الطرافاي كوتيديان ديال الشركه، راه يوميا كدوز كتجمع هذاك الزبل. كاينين الزناقي اللي عندنا الا ما خرجوش الزبل ديالهم برا ما يمكنش كامل يدوز من شي زناقي. خصهم هذوك بلايص يكونوا فيهم لي باك، ما نبقاوش نشوفوا هاد ليطا ديال لي زوردور لانه كيضرونا في الجماليه ديال المدينه. هاد الحوايج هذا هو الدور ديالنا حنا كمجلس اللي خاصنا نخدموا عليه مع الشركه ديال النظافه ديال مدينه جديده. وشكرا. تبقى أزمة النظافة بمدينة الجديدة أكثر من مجرد تراكم للنفايات ما لم يتم حل المشكل المطروح مع شركة SOS التي رست عليها صفقة تدبير مطرح النفايات، ويبقى الأمل معقودا على أن تترجم هذه النقاشات إلى حلول عملية تعيد لهذا المرفق الحيوي فعاليته وتستجيب لانتظارات
ساكنة الجديدة.